السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم غادي نهضروا على موضوع خطير بزاف، ماشي غير كرة قدم، ولكن أزمة قانونية ممكن تكون عندها عواقب كبيرة على السنغال. من بعد قرار تتويج المغرب رسميا بكأس إفريقيا 2025 المغرب، بان أن الملف ما تسدش، بل بالعكس دخل لمرحلة أخطر. السنغال اختارت طريق التصعيد، وطريق كيعتبروه بزاف ديال المتابعين مغامرة غير محسوبة النتائج. شنو وقع بالضبط؟ واش حنا قدام خلاف عادي ولا قدام عصيان رياضي حقيقي؟ خليونا نفهموا القصة. أول حاجة، الخطوة اللي دارتها السنغال باستعراض الكأس في باريس فرنسا، هادشي ماشي غير احتفال عادي، بل قانونيا كيعتبر خرق واضح للأنظمة، حيث القوانين ديال الكاف واضحة. أي قرار نهائي خاصو يتحترم ويتطبق، وبالخصوص القرار ديال لجنة الاستئناف اللي عطى اللقب رسميا للمغرب. يعني باختصار ما كاين حتى مجال للاجتهاد. ولكن اللي وقع هو أن السنغال تصرفت وكأنها ما معترفاش بالقرار، وهنا كنخرجوا من إطار الاحتفال وندخلوا في واحد الحاجة أخطر: عصيان رياضي. حيث في القوانين الدولية كاين مبدأ واضح: خاص احترام المؤسسات والقرارات القانونية. وماشي غير هكاك، حتى القوانين ديال الفيفا كتشدد على النزاهة واحترام المساطير القانونية. ولكن في المقابل السنغال كدير حاجة غريبة: من جهة كتطعن في محكمة التحكيم الرياضي، ومن جهة أخرى كتحتفل بالكأس وكأنها ربحاه. هاد التناقض كيعطي إشارات سلبية بزاف، ويمكن يتفهم داخل المحكمة على أنه محاولة للتأثير على العدالة، أو حتى عرقلة تنفيذ قرار رسمي. ودابا كنجيو للنقطة المهمة. من الناحية الاستراتيجية، الملف ديال السنغال كيبدا يضعف يوم بعد يوم، ماشي غير بسبب الحجج، ولكن بسبب السلوك. حيث القضاء الرياضي الدولي ما كيشوفش غير القوانين، كيشوف حتى النية واحترام المؤسسات. وهنا فين الخطورة. هذا التصعيد ممكن يتحول ضدهم ويولي دليل إدانة بوحده، وفي المقابل كيعطي قوة إضافية للملف المغربي، حيث المغرب بقى ملتزم بالقانون وما تدخل حتى في هاد التصرفات. دابا السؤال الكبير: شنو ممكن يوقع إلا استمر هاد التصعيد؟ الجواب: العقوبات ممكن تكون قاسية بزاف، وكاين سيناريو خطير وهو تجميد عضوية الاتحاد السنغالي. نعم، هادشي ممكن إلا تم اعتبار هاد التصرفات مساس بهيبة المؤسسات الرياضية الدولية. وبالرغم من أن هاد السيناريو متطرف، ولكن راه وارد، خصوصا مع تكرار هاد السلوك. وفي المقابل المغرب كيبان في موقع قوة قانونيا ومؤسساتيا، وحتى على مستوى الصورة. كل خطوة تصعيدية من السنغال كتزيد نقطة لصالح المغرب، وكتخلي أي طعن مستقبلي يكون مهدد بالرفض، سواء من ناحية الشكل أو المضمون. وفي الأخير الملف ولا ماشي غير على لقب، بل على احترام القوانين ومصداقية كرة القدم الإفريقية كاملة. ودابا كنبقاو كنتسناو الكلمة الأخيرة من محكمة التحكيم الرياضي، باش نعرفوا واش هاد الأزمة غادي تسالي هنا ولا غادي تكبر كتر. قل لي في التعليقات شنو رأيك؟ واش السنغال غلطات في هاد التصعيد؟ وما تنساش دير لايك وسبسكرايب باش توصلك جميع التحليلات والأخبار، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المغرب.